في 2020 50 مليون واحد قدروا يبقوا مليونيرات. 80% منهم يعني اكتر من 40 مليون واحد قدروا يبداوا البيزنس من الصفر. ده ما بيكونش بسبب هم اتعلموا فين او اشتغلوا في شركات ايه قبل كده. اهم سبب بيكون عندك بيه بيزنس ناجح هو الوعي. انت محتاج توعى لكل حاجة حواليك. الفلوس بتيجي ازاي، البيزنس بيدار ازاي، الاشخاص بنتعامل معاهم ازاي، وازاي نطلع منهم احسن انتاجية، وبكده تقدر تبني بيزنس يكبر ويستمر. وهو ده اللي قدر يعمله اكتر من 40 مليون واحد كل سنة، ان هم يعملوا بيزنس مبني من الصفر ويكمل ويكبر. ازاي الناس دي قدرت انها تعمل البيزنس بالشكل ده؟ الموضوع ببساطة ان انت بتعمل الاسطمبة بتاعت اول منتج ليك، وبيها بتقدر ان انت تبيعها للي حواليك وتاخد الفيدباك، ولما تاخد الفيدباك تبدأ ان انت تطورها لغاية لما توصل لاحسن اسطمبة للمنتج بتاعك. بيها تقدر ان انت تبيع المنتج بتاعك لاكبر عدد ممكن. دي اول بداية. وعشان تقدر تلاقي المنتج المناسب ليك انت محتاج تكون عارف البراند ستوري بتاعتك، وازاي انت مختلف، وازاي اليونيكنس بتاعتك مختلف. هو ده اللي يخليك ان انت تعمل برودكت ينجح، وفي نفس الوقت تقدر ان انت تعمل بيه بيزنس وشركة تقدر تكبرها وتقدر بيها تبقى من ضمن ال 40 مليون كل سنة. وده اللي ركزنا عليه في مايسترو ورك شوب، واللي فيها هتقدر تتعرف على حلول المشاكل اللي بتواجهك في البيزنس وازاي تخرج منها ببساطة وبسهولة.